سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في بودكاست جديد معايا. اليوم غنهضر معاكم في موضوع اللي حساس، وكنضمن لكم انه غيفيق بزاف د الحوايج فيكم، الحوايج اللي ما كنتوش واعيين بيهم. كاين بزاف ديال الاخطاء اللي كيخليو راجلك، خطيبك، الانسان اللي انت معاه في العلاقه كيبعد، وهاد الاخطاء كيخليو الراجل يتبدل واللي يحس انه مبقاش مرتاح معاك. والمشكل ان البنات ما كيعرفوش السبب الحقيقي ديال هذا التغير. كيبقاو يسولوا علاش تبدل، علاش ما بقاش داك الهضره، علاش ما بقاش داك الاهتمام، داك الشوق. اليوم غنقول لك الحقيقه بلا فلتر. ولا كنتي كديري شي خطا من هاد الاخطاء، هاد الفيديو غينقدك. اول حاجه خاصك تفهميها ان الراجل ما كيبعدش هكاك بلا سبب. ديما كاين واحد السلوك صغير ولا عاده كتقتل العلاقه شويه بشويه، وبالاخص ملي كتكون البنت ما واعياش بيهم. بزاف ديال البنات كيديروا واحد الغلط كبير، كيبغيو الراجل بزاف وكينساو راسهم، كيسهلوا راسهم بزاف، كيبينوا ليه الاحتياج، كيعطيوه اكثر من القدر ديالو. والراجل بطبيعته ملي كيحس ان البنت محتاجه ليه وكتجري من وراه، كيبدا يحس براسو فوق منها، وهنا كتخرج الانانيه ديالو، وكيولي بعد حتى هو ما كيحسش بهذا البعد. كاين كذلك خطا اخر، البنات اللي كيبقاو يناقشوا ويتخاصموا وينكدوها على الراجل. الراجل بطبيعته ما كيبغيش الصداع، ما كيبغيش النقير، ما كيبغيش كل نهار تحاس بيه. الا كل كلمه كتكبر وكل مشكل صغير كيدير حرب، الراجل كيولي يقلب على الهدوء. واحيانا هذا الهدوء كيولي بعيد عليك، ماشي لانه ما كيبغيكش، ولكن لانه ما قادرش يعيش في الضغط ديال المشاكل اليوميه. وما ننساوش واحد الغلط اللي كيقتل اي علاقه، البنت اللي ولات ما كتهتمش براسها، ما كتبدلش، ما كتهتمش بريحتها، بحوايجها، بطريقه كلامها. الراجل كيلاحظ هذا الشيء، ماشي لانه باغي وحده مثاليه، ولكن لانه كيحس ان البنت مبقاتش عندها رغبه تحافظ على راسها. وإلا ما حافظتش على راسها كيفاش غتحافظ عليه؟ في الاول، من اول مره كتعرفي على الراجل، كتكوني كتهلاي في راسك، كتبغي تبيني ليه زوينه، كتبغي تبيني ليه ديك المثاليه. ومن بعد داكشي ما كيبقاش. يعني خاصك حبيبه تبقاي كيف ما عرفك نهار الاول، ماشي تبدلي، حيت من بعد كتبقاي تعطي غير هو قيمه وراسك ما كتعطيش قيمه، دونك حتى هو ما كيبقاش عاطيك قيمه. وكاين واحد الخطا اخر اللي البنات كيديروه مع الراجل، البنات كيعطيوه اكثر من القياس. كتكون البنت باغا تعطي، ولكن كتنسى انها خاصها حدود. كتولي هي الطيابه، هي اللي كتصبر، هي اللي كدير كل شيء، هي القلب، هي الام، هي الصديقه، هي الاخت، كل شيء مره واحده. الراجل كيولي مرتاح بزاف وكيقول علاش غنتقاتل عليها وهي دايره ليا كل شيء. يعني ما عنده علاش يتقاتل عليك وما عنده علاش يدير عليك شي حاجه. وهنا كيبدا يبرد، ما كيبقاش كيحس بالمسؤوليه، وما كتبقاش عاطيه التحدي، وكيولي يقلب على شي حاجه اخرى اللي دير له داك التحدي. لان هاد الحاجه، لان هاد التحدي هذا البنات هو فطره في الرجال. يعني حنا خاصنا نكونوا فاهمين هذا الشيء. هذا كيتسمى الذكاء العاطفي. وبزاف ديال البنات كيوقع عليهم واحد الفخ خطير، كيبداو يحاولوا يرضيو الراجل على حساب نفسهم. ما كيبقاش عندهم رأي، ما كتبقاش عندهم شخصية، ما كيبقاش عندهم حياة، ما كيبقاش عندهم صحاباتهم، ما كتبقاش عندهم قرايتهم، خدمتهم. كيوليو صافي، كيوليو بانين حياتهم على قبل داك الراجل. والراجل بطبيعته كيعشق البنت اللي عندها شخصية، اللي عندها اهتمامات، اللي عندها كاريزما. الا كنتي تابعه بزاف ومغاليه غير فيه، غيولي يشوفك ساهله. والراجل ما كيبغيش السهله، كيبغي الصعيبه اللي دير ليه التحدي. وكاينه واحد الحاجه مهمه بزاف البنات، بالنسبه للبنات اللي بعض المره كيتجرحوا، كيكونوا معصبين، كتسكتي وكتبدلي وكتولي بارده. الراجل ما كيفهمش هذا السلوك، كيحسبوا بلي انت راه ما باغاش، وفهمتي كيتخربق. الراجل خاصو الوضوح، يعني ماشي تهمليه، نهتمي به، ولكن داك الاهتمام يكون بالقياس. فهمت؟ ما عطيش كل شيء. وكاين واحد الخطا قاتل وبغيتك تسمعيه مزيان، المقارنه. البنات كتبقاي تقولي ليه علاش ما درتيش بحال فلان، علاش ما كتقولش ليا نهضره بحال فلان، علاش فلانه راجلها كيدير، علاش فلانه راجلها كيشري ليها ما شريتيش ليا. هاد الهضره كتجرح الراجل وكتنقص من رجولته. يعني الراجل كيتجرح، كيولي قاصح، وعاد ما كيزيد يتعكس معاك، يعني بلا ما تقارنيه مع شي راجل اخر.
وزيد عليها واحد الخطأ اخر كيديروه بزاف ديال البنات وما كتحسوش بهذا الخطأ البنات. كتلقايها غير حاضيه فين مشيتي فين جيتي مع من مشيتي مع من خرجتي شكون هاد البنت علاش درتي لايك علاش درتي هادي علاش ما جاوبتينيش. هنا الراجل كيتضغط بزاف وكيبقى حس براسو مخنوق صافي. يعني صافي كتضغطيه اصلا ما كيبقاش حامل يهضر معاك حيت صافي ما عطيش قيمه لراسك كتبقاي غير حاضيه هو ما كتخليش هو يتبعك صافي ديك القوه ديال انك كتبعيه صافي كتبرديه. البنات كيديروا هذا الشيء لانهم كيبغيو الراجل ولكن الراجل كيشوفها مراقبه والراجل بطبيعته كيبغي يحس بالحريه ولا يحس براسو مخنوق ومراقب كيهرب. يعني البنات رولاكس تهدنوا شويه متبقاوش غير حاضيينو. وهنا غنوصل لاخطر غلط هو ملي البنت كتولي كتطلب الاهتمام كتولي تقول لي علاش ما سولتيش فيا علاش ما خرجتينيش علاش ما اهتميتيش بيا علاش تبدلتي. الراجل الى حس انه مطلوب بزاف كيبرد ولكن الى حس انك واقفه في بلاصتك الا ما دهاش فيك مثلا واحد الوقيته حس بك مشغوله بحياتك كيحس بك انك ما كتسنايش فهمتي كيرجع وكيجري ماشي فيما كيرجع كيلقى كتسناه بالعكس انتي تابعاه. يعني كل ما تبعتيه هو كيهرب كل ما هربتي هو كيتبعك. خصك تفهمي هذه القضيه. كاين كذلك البنات اللي كيديروا واحد الغلط ديال انك كتهضري على راسك خايب كتقولي ليه انا ما كنستاهلش وكتبداي تبيني له العيوب ديالك انا ما زويناش انا ما عنديش الزهر انا ولات عندي الكريشه انا ناضيه الحبوب انا ولا عندي الكلف. هادشي كيهبط صورتك في عينيه بلا ما تحسي وما كيبينش لك هو هادشي كيقولوا غير مع راسو. يعني الراجل كيبغي البنت تكون واثقه من نفسها. كنشوفوا شحال من بنت علاش كنقولوا الله يعطينا الزهر الخايبات كنشوفوا شحال من بنت كتكون خايبه مزويناش لا طايله زين وكتلقايها الراجل كيعاملها معامله واعره علاش حيت كتبين لي انها واثقه من راسها. فهمتوا يعني بحال هو نقول لكم البنات ملي كتسلطي الضوء على واحد العيب وعاد كيزيد يبان. يعني انت لما واخا فيك واحد العيب ما تبينيش ليه باش هو ما يبقاش مركز عليه لان الرجال راه ما كيفهموش. خاصكم غير نتوما تعرفوا تلعبوا عليهم. غادي نقول لكم واحد السر الراجل ما كيبعدش من البنت اللي كتفهم راسها اللي كتحترم راسها اللي كتعرف تعطي ولكن بحدود اللي كتخليه يحس بالراحه ولكن ما كتكونش متاحه ليه. البنات راه اهم سر هو انك ما تكونيش متاحه خاص تكون عندك حياتك خاصه نوض يكون عندي طموح ندير شي حاجه نفرغ فيها فهمتوا نخرج نضحك نتهلا في راسي نكون مشغوله عسى والله الا عندنا بزاف الحوايج اللي نقدروا نديروهم مابقاوش غير مركزين على هذا الشيء. نوض ندير ماسك لرجلي ندير ماسك ليدي نرطب راسي نتهلا في وجهي نتهلا في شعري فهمتوا. يعني كل نهار يكون عندي الجديد في حياتي. وخلاصه القول الا بغيتي العلاقه تبقى زوينه خاص التوازن. اعطيه ولكن ما تضيعيش راسك سولي فيه ولكن ما تضغطيش هضري ولكن بلا مشاكل. اهتمي براسك قبل ما تهتمي به وخليه هو يحس بقيمتك. والاهم البنت اللي كتحب راسها عمرها ما كتخسر ولكن البنت اللي كتنسى راسها هي اللي كتخسر كل شيء. وقبل ما نسالي البنات بغيت نخلي لكم نصائح من قلبي. اولا حبوا راسكم قبل اي واحد. ملي البنت كتكون مرتاحه مع ذاتها كتجذب كل شيء بلا ما تبذل حتى مجهود. خدموا على راسكم كل نهار خدموا على راسكم في عقلكم في شخصيتكم في جمالكم. الراجل كيعجبو المظهر وكيتعلق حتى بالشخصيه ماشي كل مشكل خاصو ردة فعل. بعض المرات افضل حاجه هي الصمت ونختار الوقت اللي نهضر فيه. استعملوا الذكاء العاطفي. راه الراجل عقليته بسيطه غير خاصك تفهمي كيفاش توصلي ليه بلا صراع. الحدود ثم الحدود ثم الحدود. البنت اللي عندها مبادئ وحدود كتحترم راسها كل شيء كيحترمها. ما تخافوش البنات تخسروا حتى واحد خافوا تخسروا راسكم. اللي في رزقكم غادي يبقى واللي ماشي ليك غادي يمشي. كوني نسخه احسن من نفسك ماشي نسخه اللي باغي هو. اللي غادي يحبك بطبيعتك. يعني انا ماشي نتهلا في راسي على قبله هو نلبس على قبله نزيان على قبله نتهلا في وجهي على قبله ندير ماكياج على قبله. لا البنات نتهلا في راسي على قبل راسي. ومنين كنتهلا في راسي على قبل راسي كيكون عندي طموح واهداف وكنوصل
وكنكون زايده قدام حياتي وباغا ندير بزاف د الحوايج. فهمتوا؟ كتكون عندي حياة كلشي كينجذب ليا. ما تخليش العلاقة تكون هي محور حياتك. حياتك كبيرة، فيها عائلتك، فيها صحتك، طموحك، والعلاقة غير جزء فيها. هنا البنات سالينا، شكرا لانكم وصلتوا حتى لهاد اللحظة. الى عجبكم هذا البودكاست ديروا لايك، كومونتير وابوني. وشكرا للناس اللي اشتركوا في القناة، وخليوني ان شاء الله نقد لكم حلقات اقوى. شكرا على دعمكم، وراني كنحبكم كاملين. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.